السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده هعمل فيديو كده مختلف. جات لي فكرته من المانجا، نفسي في اعمل عصير مانجا، فقلت نعمل تجربه حلوه قوي. هنعمل مقارنه بين عصير المانجا العادي بتاع زمان بتاعنا والعصاير الجديده اللي بنحط عليها بقى اضافات وحاجات، وهنشوف انهي الاحلى، القديم بتاعنا ولا الجديد اللي عليه اضافات. فيلا بينا نبدا. اول حاجه هنا انا مفصصه او يعني مظبطه كده كام منجايه بس، معلومش اي حاجه تانية. اول حاجه هنعمل العصير، ما علينا، هنعمل العصير القديم بتاعنا عادي جدا من غير اي اضافه. طيب جبنا الخلاط وهنحط المانجا كلها. احنا هنعمل الاول العادي وبعدين نضيف الاضافات اللي احنا عايزينها. بس هنضيف المانجا وبعدين هنضيف السكر. عارفه اضيف قد ايه سكر بصراحه؟ ممكن معلقتين 3 عشان لسه هنضيف ميه كفايه. وبعدين هنجيب ميه ساقعه. بصوا ضفت الميه، هقفل بقى ونضرب في الخلاط الكلام ده كله مع بعض. يلا بينا. خلاص ضربنا وظبطنا السكر. هنضيف بقى الميه. الميه ايه؟ نحط العصير هنا. اوكي ماشي. ده العادي القديم بتاعنا مفيهوش اي اضافه. هنا بقى بقيه العصير ده ممكن نزود شويه عصير تاني عشان حاسه ان هم قليلين شويه. بصوا القوام كويس ماشي. بس كده. هنشوف بقى هنضيف ايه عشان نحول العصير ده لميلك شيك. يلا بينا. بصوا هنضيف ايس كريم، ده فانيليا على صوص فراوله. لو بالمانجا طبعا هيبقى احسن يعني لو موجود يعني، بس ما عنديش انا غير دي فتمام ماشي. بعدين افتكاسه ميني بحب احطها كيكه بالكريمه. بعدين شويه لبن بس كده. وبعدين تلج. وهنضرب كل ده مع بعض. هنجيب بقى كوبايه. بصوا ده لونه وهنصب. هتدوقي اكيد يعني. بس كده احنا جهزنا الاتنين. ده العادي القديم بتاعنا جميل، وده اللي فيه افتكاسات كتيرة. هنشوف انهي احلى. هنشوف بقى انهي احلى. هتبداي بايه؟ انا هبدأ بده. اوكي طيب ابدأي. ماشي. قربي شوية. لا قربي انت شويه عشان هو يتدلق عشان مليته قوي. طعمه مانجا بس في طعم كده كراميل تحفة. كراميل؟ احنا ما حطيناش كراميل اصلا. ما علينا، دوقي العادي. العادي انا عارفة العادي اصلا. زي ايه؟ مانجا عادية زي كل مانجا عادية ماشي. ده كام؟ ده بصراحة يعني يلا. واحد ايه ده؟ حرام عليكي، ده عصير مانجا يعني. ماشي ده كام؟ ده تحفة. هدي 100 من 10. 100 من 10. تمام. هي قيمت، انا بقى هقيم. هدوق الاول العصير المانجا ان انا وحشني قوي بصراحه. هدوق. عادي قوي جدا. ايوه ما هو مانجا، ده مانجا عاديه زي ما قال. هدوق ده ونشوف. هو في طعم نشوف ده ولا ده، مين هيكسب التحدي؟ مش عارف. بصوا ده مش باين فيه قوي المانجا على فكره، صح؟ يعني نص نص. لا باينه بس نص نص مش قوي. ماشي. انا بالنسبه لي ماشي هدي ده 9 من 10 عصير مانجا يعني، وهدي ده 8 من 10 ليه يعني كده. عشان انا بحب عصير المانجا كده. بس والله العظيم ده تحفه بجد برضه يعني، كمشروب جديد حلوه قوي. طب ده المشروب بتاعك وده المشروب بتاعي وانا مالي. اوكي طب كده احنا مش عارفين مين اللي فاز، ان احنا اتنين بس. تكتبوا لنا بقى في الكومنت هتدوا مين هيكسب التحدي، عصير المانجا القديم بتاعنا العادي خالص ولا ميلك شيك المانجا؟ لا انا بص ماما اختارت العصير مانجا. ماما اللي هتكسب ولا انا اللي كسبت؟ اوكي تعملها تحدي بيني وبينك يعني. ماشي
انتوا شوفوا بقى انتوا من انهي تيم رقية ولا تيم منا. يلا اكتبوا لنا واحنا هنشوف مين اللي هيكسب. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي باي. باي. لو حابين فكرة الفيديوهات دي اكتبوا لنا ونعمل منها حاجات وافكار تانية كتير. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.